من علاج في قصور لعلاج في مراكز تجديد. الأكسجين النشط زمان كان رفاهية ومحدش بيستخدمه غير الملوك والمشاهير بس، لكن دلوقتي بقى متاح لكل الناس. ومش بس كده، لا ده كمان بقى علاج لمشاكل كتير بنعاني منها كلنا، زي مثلا السكر بأنواعه. وهنا الأكسجين النشط بيساعد الجسم إنه يتعامل مع المرض، وكمان بيقلل من المضاعفات بتاعته زي التهاب الاعصاب والجروح اللي ما بتلمش او حتى التبول المستمر. وكمان لو بتعاني من مشاكل القولون والتهاباته المزمنه، الجلسات دي بقى بتقلل التهيج والالتهاب والاعراض دي تماما. اما بقى لو بتواجه مرض مناعي زي الصدفيه او الروماتويد، العلاج بالاكسجين النشط بيحفز الجسم ان هو يشتغل بكفاءه اكتر، وبيقلل من قوه الاعراض والالتهابات والنشاط الزايد للجهاز المناعي. وطبعا مرض الفايبروميالجيا، الالم اللي ملوش تفسير، الجلسات دي بقى ممكن تكون مفتاح لراحه حقيقيه منه، حتى في حالات زي التوحد عند الاطفال. دراسات كتير اثبتت تحسن ملحوظ في التركيز وزياده كبيره في التفاعل بعد استخدام جلسات الاكسجين النشط. ومش بس كده، لا ده كمان بيساعد في علاج حساسيه الصدر ومشاكل الجيوب الانفيه والحروق والجروح المزمنه والتهابات العظام، وكمان اصابات الدماغ. كل دي امراض بيتم علاجها في مكان واحد بجلسات آمنة 100% وبدون تدخل جراحي، والنتائج بتظهر في أول فترة العلاج. لو عندك مشكلة مزمنة أو تعب مش لاقي له أي سبب، احجز كشفك المجاني واعرف إزاي إن الأكسجين النشط ممكن حرفيا يغير حياتك.